شفتوا الجمال والحلاوة ومن غير جبنة موتزاريلا كمان يا حلوين. هعمل معاكم أحلى صينية مكرونة بشاميل. الصوص البشاميل كريمي كده وخطير وبتريكات سهلة وبسيطة خالص. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هنا بحب أخلي البصلة تدبل معايا علشان هعصج اللحمة. في ناس بتحب تخلط البصل مع اللحمة كده هم نايمين، لا، التركية دي هتفرق معاكوا قوي مع رشة فلفل اسود بتشم ريحة البصلة، بتدبل بس حاجات بسيطة معاكي. وبعد كده تنزلي باللحمة المفرومة بتاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والبشاميل ازاي تظبطيه بالمعلقة وبالكوباية علشان يطلع مظبوط معاكم، وخصوصا يا بنات يا حلوين لو كنتوا لسه مبتدئين هيظبط معاكم ويبقى كريمي وطعمه خطير. وهقول لكم ايه بديل الجبنة كمان اللي تقدروا تحطوه على المكرونة وتطلع طعمها وريحتها خطير احلى من الجبنة بكتير. وهتشوفوا معايا دلوقتي نار عالية خالص علشان اللحمة ما تخرجش العصارة بتاعتها. وهنا اختياري فلفل الوان او تقدري تستخدمي قرن فلفل اخضر كده مقطعه حلقات ومخرجه البذر منه. وفي ناس بتحب تضيف جزر مبشور علشان تزود الكميه وكده. هظبط الملح في اخر مرحله خالص وبعد كده هطفي النار نار عاليه خالص زي ما اتفقنا علشان اللحمه ما تخرجش الميه اللي موجوده فيها وتبقى مأستكه كده وانت بتاكليها. بتطفي عليها وهي فيها شويه كده من السوائل تبقى جوسي كده وخطيره. تعالوا بقى نعمل احلى بشاميل مع بعض. ميكس ما بين السمنه والزيت او تقدري تستخدمي سمنه اللي انتوا حابينه. انا هنا بقول لكم ايه اللي بستخدمه. ده الوش كده بتاع اللحمه، كانت اللحمه دسمه واخدت الوش استخدمته كانه سمنه يعني. هنا نزلت ب6 معالق من الدقيق، معلقه هرميه من بتاعه الاكل. هرميه يا حلوين يعني مليانه قبل ما تنخليها، لان الدقيق لما بتنخليه الحجم بتاعه بيتضاعف او قصدي كميته بتتضاعف. فانا بعاير 6 معالق وبعد كده بنخله علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. واضح كده يا حلوين. هنا بتقلبيه لغايه ما ياخد معاكي اللون الذهبي الفاتح. لكل معلقه من الدقيق هرميه كوبايه 200 مللي من السوائل، سواء حليب او شوربه. انا هستخدم ميكس ما بين الاثنين. هستخدم 3 من الحليب و3 من الشوربه. بتبقى ميكس خطير. الشوربه مع الحليب غير لما تعمليها صدقوني كلها بحليب، بيبقى القوام مظبوط. وهنا هبدا اظبط الملح وتقدري تضيفي فلفل ابيض لو متوفر عندك. مش متوفر تقدري تضيفي الفلفل الاسود مش هيقولك لا. مع التقليب المستمر طبعا لما تيجي تنزلي بالحليب ومش هتملكي ان انت تقلبي بسرعه، حاولي افصلي النار وقلبي وبعد كده ضيفي السوائل بالتدريج لغايه ما يتكون معاكم القوام ده. لان انت لو نزلتي بالسوائل كلها مره واحده وانت بتقلبي هتكتل معاكي. هبدا بعد ما جهزت صوص البشاميل هظبط بقى كده. هسلق معاكم المكرونه هطعمها بماجي فوريه والملح. طبعا مش بننزل بالمكرونه غير لما الميه تكون بتغلي. ورق لورا. المكرونه هسلقها تلتين سوا والتلت الباقي لما تدخل في صينيه الفرن علشان ما تعجنش معاكي. حرفيا هتاخد معاكي 8 دقايق على النار وتقلبيها كده مرتين 3 علشان ما تتكتلش مع بعضها وتلزق يعني. هنا بعد ما خلاص لقيتها استوت تلتين سوا هصفي النار ومش هغسلها وابدا انزل بالبشاميل كده عليها. طعمه كان خطير وريحته ممتازه جدا. طبعا لسه ما شفتوش المكون اللي انا هضيفه. طبعا صينيه بقى الومنيوم او الصواني اللي بنستخدمها مره واحده اللي زي كده، وخصوصا لو هتاخديها معاكي مكان او مصيف او كده تقدري تستغني عنها. هبدا اظبط معاكم المكرونه وبعد كده هحط بقى اللحمه اللي انا عصقتها معاكم. زي ما قلت لكم يا حلوين تقدروا تضيفوا جزر مبشور وبراحتكم وليكم حريه الاختيار. بعد كده بقى شويه البشاميل اللي هنزل بيهم على وش المكرونه علشان ياخدوا الريحه والطعم الحلو اللي قلت لكم عليه. هضيف عليهم 3 معالق من القشطه البلدي بتاعت وش اللبن. معظمنا كلنا بنشتري الحليب لان في ناس بيختلط عليها الامر ما بين اللبن والحليب. احنا في مصر اللبن هو الحليب. واحط عليه كده معلقه زبده او معلقه سمنه بلدي واضربيهم كده بشفشق الخلاط او بالمضرب اليدوي وصبيهم كده على الوش ودخليها الفرن درجه حراره 200 وهتطلع معاكي احلى بشاميل كده سايح ونايح. اتمنى من الحلوين اللايك والشير علشان اوصلكم مني كل جديد. واستخدموا الطريقه دي وهتدعوا لي باذن الله. احلى من الجبنه الموتزاريلا بكتير. القشطه البلدي ما يختلفش عليها اتنين حرفيا. وقدميها كده. طبعا انا بقدمها وهي سخنه، لما بتسيبيها شويه بتبقى متماسكه وتقدميها قطع. واشوفكم يا رب على خير. مع السلامه.